ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى نعمل كده شوية بسكوت بس حلوين جدا واقتصاديين اهم حاجة. انا معايا بيضة هحط عليها كيسين كده فانيليا، ومعايا نص كوباية سكر. هقلبهم كده مع بعض لحد ما السكر يدوب معايا. مش هنحتاج بقى ولا خلاط ولا عجين ولا اي حاجة من الكلام ده خالص. سهل وسريع وهيتعمل في ثانية. مش هياخد معاكي اي وقت ولا اي تكلفة كمان. عايزه اقولك ده اسرع بسكوت. انا معايا كده نص كوبايه من الزيت بعد ما دوبت البيضه والسكر والخليط الجد معايا. ضفت نص كوبايه من الزيت. هديهم برضو تقليبتين كده حلوين. وبعد ما يتقلبوا كويس واحس ان السكر خلاص داب، احط بقى نص كوبايه من النشا ده بقى بيعوض مكان الزبده. يعني اكنك مش حطيتي الزيت خالص. هيخلي معاكي البسكوته دايبه وجميله جدا. ده قوام العجينه بتاعتي بعد النشا. هضيف بقى الدقيق بتاعي تدريجيا كده. انا حطيت اول حاجه كوبايه دقيق ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وحطيت نص كوبايه دقيق كمان. هقلبهم كده بالمعلقه لحد ما الاقي الخليط خلاص اتمسك شويه. هكمل بايدي بقى. هما بيحتاجوا كوبايتين دقيق بس على حسب نوعيه الدقيق. انا نوعيه الدقيق بتاعي خد كوبايه ونص بالظبط. بس انتي يبقى عندك كوبايتين وتحطي تدريجيا، متحطيش الكوبايتين على بعض، تحطي كوبايه كاملة وبعد كده شوية بشوية لحد ما تلاقي العجينة في ايدك بقت كويسة. الدقيق بيختلف النوعيات من بعض يعني. وانا بنستخدمها دقيق برضو جميع الاغراض مش دقيق معين. كده انا لميت العجينة بتاعتي كويس. شايفين حلوة ازاي؟ ما شاء الله. تقطعي منها الحتة بتقطم على طول. دي بتتلم ما بتتعجنش. هنكورها كور صغيرة كده زي ما انتوا شايفين بتتكور معايا بكل سهولة. وهنشكلها بقى على البصمة بتاعت الكحك. انا بقى هشكل على البصمه بتاعت الكحك بتاعتي دي. لو انت مش عندك بصمه الشكل اللي يعجبك اعمليه. لو مش عايزه لها شكل خالص براحتك، دي بحريتك. بس البصمه بتاعت الكحك دي بتديها شكل حلو كده وبيبقى مميز وجميل. اللي انا جيت احطها دي بصراحه يعني باظت مني بسيط كده من ايدي. فهغيرها واعمل واحده تانية دلوقتي معاكم. وانتي بقى بتكوري العجين كده تدهني ايدك زيت بسيط خالص. وتدهني برضو البصمة بتاعتك زيت بسيط خالص عشان ايه ما تلزقش معاكي. هي عموما العجينة دي مش بتلزق بس احتياطا برضو عشان الموضوع يبقى سهل معاكي اكتر. انا عملت بقى لو انت شكلتي الكور حجم صغير هتديكي كمية وفيرة جدا. يعني هتطلع معاكي كمية كبيرة. بس انا عشان شكلت الكور بتاعتي حجمها كبير فما ادتنيش كمية كبيرة قوي بس حلو. ده على حسب ذوقك بقى. لو عايزاها صغيرة عايزاها كبيرة زي ما انت عايزة شكلي زي ما تحبي. بس انا حبيت اعرفكم اللي هي الكمية دي. لو انت عملتيها على حجم صغير هتديكي كمية كبيرة جدا. عايزة اقولك بقى بسكوت ده حلو جدا اقتصادي. يعني مش هياخد من وقتك حاجة وفي نفس الوقت مش هيكلفك حاجة كمان. شايفين البصمة مدياله شكل جميل جدا. كده الكمية بتاعتي كلها خلصت بقى. الفرن طبعا بتاعي مشغلاه على درجة حرارة 180 ياخد لون من تحت وبعدين اشغل الشواية. وبكده بقى الشكل النهائي بتاعنا. شايفين ما شاء الله البسكوت عامل ازاي. العيب الوحيد عندي في الشواية اللي ما بتديش الحاجة اللي انا حطاها لون موحد. فده العيب الوحيد عندي فبيخلي الحاجة مش واخدة اللون اللي هو قوي. بس على العموم هو طلعت حلوة جدا وجميلة ما شاء الله. مع كوباية شاي بقى يا سلام ما اقولكيش. عملتي احلى بسكوت وبدون اي تكلفة خالص. عايزة اقولك مقرمش ودايب من جوه ما شاء الله. يعني مقادير مظبوطة وطعم جنان بصراحة. شايفين شكله حلو جدا ازاي. عايزه اقولك بجد طلع مظبوط جدا وجميل. يا رب بقى لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.